ازيكم يا جريد فور؟ عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد ودي قناتي ساينس شاين. في الفيديو ده بقى هنبدأ حل مع بعض أسئلة تقييمات الوزارة، وهنبدأ أول حاجة بويك 1. في ويك 1 هنحل على concept number 1 في unit 3 وهو devices and energy، هنبدأ أول حاجة ب lesson 1 و lesson 2. طبعا احنا شرحنا الكونسبت ده كله بالتفصيل، تقدروا تروحوا تشوفوه إن شاء الله تستفيدوا منه. هنبدأ أول حاجة بالclassroom performance. بيقول لي energy is the source of light. Every body in which life or movement is alive emit energy. بيقول لي أي جسم بيعمل movement فهو بيكون عنده energy. وبرضو ال stationary body اللي هو الجسم الواقف اللي ما بيتحركش برضو بيكون فيه energy storing it، فيه طاقة متخزنة جواه اللي احنا بنسميها ال potential energy. طيب بيقول لي بقى there are several forms of energy that you have studied. بيقول لي انت درست فورمز كتيرة جدا من الانرجي، قولي بقى ايه هي الفورمز اوف انرجي. طبعا احنا قسمنا الانرجي كلها لتو تايبس اللي هي kinetic energy و potential energy، وخدنا الفورمز بتاعة ال potential energy والفورمز بتاعة ال kinetic energy في الترم الأول. طيب تعالوا نفتكرهم كده مع بعض. كان عندنا two forms من ال potential energy، ايه وايه؟ gravitational potential energy و chemical energy. طيب ومن kinetic energy كان عندي light energy و sound energy و electrical energy و thermal energy و solar energy. طيب هو طالب مني هنا 7 forms of energy، عايز مني 7 بس. طيب ممكن نكتب ايه؟ ممكن نكتب اول حاجة ال potential energy والchemical energy، بعد كده light energy، sound energy، thermal energy، solar energy و electrical energy. تمام كده، دي الفورمز بتاعة الانرجي. طيب تعالوا بقى نشوف عايز مني ايه تاني. بعد كده بيقول لي notice the following picture and in light of the above classify them according to the type of energy they represent by writing the suitable number for each of type of energy. بيقول لي ببساطة كده اللي هي الفورمز بتاعت الانرجي اللي انت كتبتها فوق اللي كان ليها نمبر اللي هما كانوا 7 forms of energy. بيقول لي كل واحدة فيهم كان ليها رقم، صح؟ طيب احنا بقى في الصور اللي قدامنا دي هنشوف كل صورة منهم بتعبر على أنهي form of energy، ونطلع فوق نشوف احنا كنا عاملينها رقم كام. طيب عشان في كل واحد ممكن يكتب بترتيب مختلف عن التاني، انا هقول لكم هنا الفورم اوف انرجي ده ايه، وانتوا بقى تشوفوا انتوا كنتوا كاتبين الرقم فوق ايه وتكتبوه قدامه. يعني مثلا هنا اول بيكتشر معانا ده ايه؟ ده وود بيعمل له بيرن، صح؟ يبقى ده انهي فورم اوف انرجي؟ شاطرين، ثيرمال انرجي. انت بقى هتطلع تشوف الثيرمال انرجي دي انت كنت كاتبها رقم كام وتكتبه هنا في السيركل دي. تمام، بس انا هنا هقول لكم الفورمز اوف انرجي وانتوا تشوفوا الرقم كام اللي انتوا كاتبينه. طيب اول حاجه قلنا ان ده thermal energy. طيب picture number 2 هنا واضح ان في ايه؟ واضح ان هنا البول الكوره واقفه ما بتتحركش، صح؟ يبقى ده ايه؟ شاطرين، potential energy. طيب دي الايه؟ دي الصن. طب الصن بتديني انهي فورم اوف انرجي؟ شاطرين، solar energy. طيب ده ايه؟ واضح ان ده electric wire، سلك كهربا كده وبيديني electrical energy. طب يبقى ده انهي فورم اوف انرجي؟ شاطرين، electrical energy. طب دول ايه بقى دول؟ شاطرين، باتري. طب الباتري بيكون فيها انهي فورم اوف انرجي؟ شاطرين، كيميكال انرجي. طيب الارو ده اللي هو السهم بيكون كده واقف ما بيتحركش ومتخزن فيه ايه؟ شاطرين، potential energy. طب يلا نكمل مع بعض. البيكتشر اللي قدامنا ده بتوضح ان ده كشاف، تمام؟ بيديني ايه؟ بيديني لايت. يبقى ده انهي فورم اوف انرجي؟ شاطرين، لايت انرجي. طيب ده ايه؟ ده البرق اللي بيحصل في السماء. طيب هو بيديني ايه؟ بيديني برضو لايت انرجي، يبقى نكتب هنا لايت انرجي. برضو هفكركم تاني، انا بقول الفورم اوف انرجي وانتوا هتطلعوا فوق تشوفوا انتوا كاتبين الفورم اوف انرجي ده نمبر كام وتكتبوه هنا في السيركل. تمام؟ طيب البيكتشر اللي قدامنا دي هنا الولد بيبدأ ان هو يعمل موف للبول، بيحرك الكرة كده ويشوطها. يبقى ده في انهي فورم اوف انرجي؟ شاطرين، كاينيتيك انرجي. طيب البيكتشر دي بتوضح ان ده كله فود. ازاي؟ هنا في بارتي مثلا ولا حاجة وحاطين الفود كده كله رصينه جنب بعض. طب الفود ده بيكون فيه انهي فورم اوف انرجي؟ شاطرين، كيميكال انرجي. طيب البلين اللي هي الطيارة دي وهي بتتحرك ده معناه ان عندها ايه؟
شاطرين kinetic energy. طيب المكبر ده بيديني ايه؟ بيديني sound صوت، يعني في any form of energy؟ شاطرين sound energy. طب السبرينج ده بقى اللي احنا بنعمله compress، يعني بنضغط عليه، لما نعمله compress بيخزن جواه any form of energy؟ potential energy. طيب البلاير ده وهو بيلعب بالبول فيبدأ ان هو يعمل موف للايه؟ للبول، يعني الكورة هتتحرك، يبقى في any form of energy؟ kinetic energy. البيكتشر اللي قدامنا دي أنبوبة البوتاجاز بيكون فيها natural gas يعني غاز طبيعي، يعني فيها any form of energy؟ شاطرين chemical energy. تمام كده، في مشكلة؟ يلا نكمل مع بعض. بعد كده بيقول لي scientific facts studied fuel is the source of energy such as wood, gasoline والnatural gas. بيقول لي الفيول اللي هو الوقود ده يعتبر source of energy، زي الوود ده يعتبر من الفيول، الجازولين برضو من الفيول والناتشرال جاز. طيب بيقول لي note the energy produced from the fuel in the following image. بيقول لي انت عندك هنا two picture بيعبروا عن الفيول، قول لي بقى أنهي form of energy اللي حصل لها produced. يعني ايه produced؟ يعني اللي خرجت من الفيول دي، يعني قصده بيها ال output energy. طيب أول نوع من الفيول معانا وهو الوود، عايز يعرف مني ايه ال output energy بتاعته وايه ال uses، ايه الاستخدامات بتاعته. طيب ال output energy عنده ده ايه؟ أول حاجة لقيت هنا الوود بيحصل له burn، يعني هيديني thermal energy، يبقى ال output energy thermal energy. طب uses ايه الاستخدامات بتاعته؟ احنا هنا استخدمناه في البيكتشر دي ايه؟ في الكوكينج. هنا الوود لما يحصل له بيرن هيديني ثيرمال انرجي، الثيرمال انرجي دي هتروح للبوت اللي هي الحله دي يعني، وتبدا ان هي تعمل بويلنج تغلي الحاجه اللي جواها، يبقى هنا بنستخدمه في الكوكينج. طيب الفيول التاني اللي معانا اللي هو البتروليوم. طيب هنا في البيكتشر ده يعتبر اللي هو البريد، العيش. طب ايه الاوتبوت انرجي بقى لما حصل بيرن للبتروليوم ده؟ اداني برضو ثيرمال انرجي. ايه ده ازاي يا مس؟ شايفين النار اللي موجودة في الفرن ده من جوه؟ اهو ده يعتبر ثيرمال انرجي. طب ايه اليوز، ايه الاستخدام بتاعه؟ برضو استخدمناه في الكوكينج. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي energy is the ability to do work، وطبعا الديفينيشن ده احنا خدناه في الترم الاول وعرفناه. and it exists in many forms including light energy و electrical energy. بيقول لي الانرجي في منها forms كتير، من ضمن الفورمز ديت اللي هي اللايت انرجي والالكتريكال انرجي اللي كانوا تبع الكاينيتيك انرجي. بيقول لي برضو ان الانرجي can be converted، يعني بيحصل لها a change from one form to another form through different device. وطبعا الكلام ده احنا كنا خدناه في الترم الاول، قلنا ان الانرجي بيحصل لها ترانسفورم، يعني بتتحول من فورم لفورم تانية، يعني مثلا من بوتنشال لكاينيتيك، او من كاينيتيك لبوتنشال، او مثلا من الكتريكال للايت انرجي، او من الكتريكال لثيرمال انرجي. بيقول لي imagine that your mobile phone is powered by solar energy. يعني تخيل كده ان الموبايل بتاعك بيشتغل بالسولار energy. think and then answer. فكر كده وجاوب على الحاجات دي. What are the forms of energy needed for the phone to work؟ هو التليفون بيشتغل بالسولار energy، فهو عايز بقى انهي form of energy اللي هتخلي التليفون ده يشتغل. طيب التليفون هياخد السولار انرجي من الصن، وهياخد خاصة مين؟ اللايت انرجي، ويبدأ يحولها لإلكتريكال انرجي، وده اللي هيخلي الفون يحصل له work and operate. يبقى ايه الفورمز اوف انرجي اللي التليفون محتاجها عشان يعمل work؟ هيحتاج اللايت انرجي اللي هيحصل له converted to electrical energy. طيب how does the sun energy turn into energy that can be used to power the phone؟ ازاي الصن ممكن تديني انرجي، الانرجي ده ممكن ان احنا نستخدمه ان احنا نعمل باور ذا فون. ازاي الكلام ده؟ ان احنا نستخدم مثلا سولار سيل او سولار بانل. لو الحاجات صغيره شويه او الديفايس اللي انا عايزه اشغله صغير شويه، زي مثلا الكالكوليتر اللي هي بتشتغل بالسولار انرجي، ممكن في الحاله دي نستخدم سولار سيل. لو بقى ديفايس كبير وعايزين نشغل جهاز كبير قوي فنستخدم السولار بانل. يبقى احنا بناخد الانرجي من الصن باستخدام السولار سيل او السولار بانل. يبقى نكتب هنا by using solar cell and solar panel. طيب بعد كده بيقول لي power in remote control game car. يعني احنا لما نشغل كده الكار اللي هي بتشتغل بالريموت كنترول، بيقول لي في a lot of
games can be played and controlled remotely but they need energy to keep them moving and functioning. يعني بيقول لي في ألعاب كتير جدا بتتحرك remotely يعني عن طريق الريموت، بس هي برضو بتحتاج الانرجي عشان تفضل تعمل moving وتعمل الفانكشن بتاعتها. What happen if إيه اللي هيحصل بقى there was no energy source in the toy car؟ إيه اللي هيحصل لو التوي كار ده ما بقاش فيه energy source ليها؟ هو ايه الانرجي سورس بتاعتها؟ كانت بتشتغل بالايه؟ بالريموت كنترول. خلاص مفيش الباتري اللي احنا هنحطها في الريموت كنترول، وفي الحالة دي التوي كار مش هيحصل لها موف. ليه؟ لان احنا خدنا الانرجي سورس بتاعها وخدنا الباتري بتاعتها اللي كان stored at chemical energy وبتتحول لإلكتريكال energy بتخلي الكار دي يحصل لها move. طيب يبقى what happened if there was no energy source in toy car؟ يبقى it will not move، مش هتشتغل ومش هتتحرك ومش هتعمل الفانكشن بتاعتها. طيب بعد كده بيقول لي think about the device you use every day. فكر كده في الديفايس، الأجهزة اللي أنت بتستخدمها كل يوم، زي مثلا alarm clock اللي هو المنبه، والتي في، والبلندر اللي هو الخلاط، or light bulb. فكر كده في الديفايسز دول. what kind of energy does each device need to do function؟ ايه بقى ال kind of energy اللي كل device من دول بيحتاجها عشان يعمل الفانكشن بتاعته؟ يعني مثلا الالارم كلوك ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل بالباتري صح؟ يعني هو محتاج chemical energy عشان يعمل الفانكشن بتاعته. يبقى أول حاجة الألارم كلوك بيكون فيه chemical energy. طيب التي في والبلندر واللايت بولب بيحتاجوا ايه عشان يعملوا الفانكشن بتاعتهم؟ بيحتاجوا electricity كهرباء صح؟ يعني انهي kind of energy او انهي form of energy؟ شاطرين، electrical energy. يبقى التي في والبلندر واللايت بولب بيحتاجوا electrical energy. تمام كده؟ في مشكلة؟ يلا نكمل مع بعض. دلوقتي بقى هنتكلم على المارس روفر كيروسيتي. طبعا احنا اتكلمنا وشرحنا عن مارس روفر كيروسيتي دي قبل كده، وقلنا ان الهيومن بيبدأوا ان هم يعملوا send many missions to Mars. هم الهيومن الاشخاص والساينتست عايزين يستكشفوا كوكب مارس، ما بيبعتوش بقى بيبول خالص، لا دول بيبعتوا ميشن. طيب الميشن دي بتعمل ايه؟ بتعمل explore لمارس. يبقى human have sent many mission to Mars but they haven't had any astronaut. يعني مين هما الاسترونوت دول يا مس؟ اللي هم علماء الفضاء اللي هم بيروحوا يستكشفوا الكواكب. هم ما بيبعتوش اي حد لمارس، هم اللي بيبعتوا مين؟ بيبعتوا ميشن زي مثلا السبيس كرافت او الروبوت اللي هو الكروستي اللي هو المارس روفر كروستي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. طيب تعالوا بقى بعد ما فهمنا المارس روفر كروستي تعالوا نجاوب على الأسئلة اللي تحت دي. أول حاجة بيقولي how do these vehicles get energy needed to run them؟ ازاي الفيكل اللي هو المارس روفر كروستي والسبيس كرافت بياخدوا الانرجي عشان يعملوا run and move؟ طيب احنا عارفين ان المارس روفر كروستي ده بيكون فيه سولار بانل. السولار بانل دي بتاخد السولار انرجي من الصن، وتبدأ بقى السولار بانل دي تحول السولار انرجي لإلكتريكال انرجي، وكمان الانرجي دي بتستخدمها في الباتري عشان لما يكون مفيش صن او مثلا يكونوا بالليل ومفيش صن ولا حاجة، فبتبدأ ان هي تعمل موف عن طريق الباتري. يبقى نكتب هنا they take solar energy from sun by solar panel، والسولار بانل دي بتعمل convert للسولار energy into electrical energy and this energy stored in battery. طيب بعد كده بيقول لي do these vehicles depend on batteries only؟ هل الفيكلز دي بتعتمد على الباتري بس or also use solar energy؟ ولا هي برضه بتستخدم السولار انرجي؟ طبعا هي مش بتعتمد على الباتري لوحدها، لا ده هي كمان بتعتمد على السولار بانل عشان تاخد السولار انرجي من الصن. يبقى نكتب هنا no also use solar energy. لا هي مش بتعتمد على الباتري لوحدها، لا ده هي برضه بتستخدم السولار energy. طيب بعد كده بيقول لي why do you need long lasting batteries؟ ليه هما بيستخدموا الباترز اللي هي بتاخد long lasting يعني اللي هي مدتها طويلة شوية وصلاحيتها طويلة قوي؟
عشان مش كل شوية بقى يبعتوا missions أو space craft أو vehicles بباتري، عشان احنا عارفين ان الرحلة دي كلها اصلا بتاخد 6 months يعني 6 شهور، فلازم الباتري اللي تكون موجودة في مارس روفر كروستي تكون الصلاحية بتاعتها او مدتها بتاخد وقت كبير قوي. يبقى ليه هم بيستخدموا الباتري تكون long؟ يبقى to provide it with energy and to do its work، عشان يبقى عندها على طول energy وتعمل الورك بتاعتها. طيب بعد كده بيقول لي what is the difference between using solar energy on Earth and using it in space؟ ايه الفرق من ان احنا نستخدم السولار انرجي في ايرث اللي هو كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه، وبين ان احنا نستخدمه في السبيس الفضاء زي مثلا مارس؟ طيب احنا هنا لما نستخدم السولار انرجي في كوكب ايرث اللي احنا عايشين عليه بنستخدمه ازاي؟ احنا بيكون عندنا سولار بانل بتاخد السولار انرجي دي عشان تعمل اوبريت تشغل الديفايس اللي معانا، سواء بقى كموبايل فون او مثلا كالكوليتر او اي ديفايس تاني بيشتغل بيه السولار انرجي. انما بقى في السبيس لا، ده احنا بنستخدم السولار انرجي اللي جايه من الصن عشان نعمل اوبريت نشغل الفيكلز او اللي هي الكراستي او السبيس كرافت اللي بيكونوا موجودين فوق في السبيس، اللي هي الحاجات اللي بتستكشف الفضاء فوق. يبقى ده الفرق في استخدامنا للسولار انرجي في الايرث اللي هو كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه، وفي السبيس زي مثلا ما بنستخدم المارس روفر كروستي في كوكب مارس. يبقى نكتب هنا we use solar energy on Earth to operate some device while use solar energy in space to operate spacecraft. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقولي we use many devices such as vacuum cleaners a light bulb a washing machine and fans. All of these devices need energy to work. But have you ever wondered how this energy is converted inside the device؟ بيقولي هنا هو مديني several device يعني devices كتير جدا. أول device معانا اللي هي دي الفان المروحة، الديفايس التاني اللي هو الواشنج ماشين اللي هي الغسالة، الديفايس التالت اللي معانا اللي هي الفاكيوم كلينرز اللي هي المكنسة، واللايت بولب اللي هي اللمبة. طيب بيقول لي بقى الديفايس دي كلها need energy to work، بتحتاج energy عشان تعمل work. طب انت بقى فكرت قبل كده الانرجي اللي موجودة في الديفايس دي ازاي بيحصل لها convert inside the device؟ طيب بيقول لي بقى the energy is converted from one form to another form within this device، يعني الانرجي بتتحول من فورم لفورم تانية في الديفايس دي كلها. explain that، اشرح لي ده. يعني هتقولي كل ديفايس منهم ازاي الانرجي بيحصل لها convert from one form to another form. طيب هنبدأ أول حاجة بالفان. الفان الانرجي بتتحول من ايه لايه؟ شاطرين، من electrical energy بتدخل للفان وبتديني kinetic energy، وده اللي بيخلي الريش بتاعة المروحة يحصل لها ايه؟ move. يبقى الفان من electrical energy to kinetic energy. طيب الديفايس التاني اللي معانا الواشنج ماشين اللي هي الغسالة، طيب بندخلها ايه؟ electrical energy. طب لما بتشتغل بلاقي ان الكلوزز الملابس بتتحرك جوه الغسالة، يعني هتديني kinetic energy. يبقى من electrical energy to kinetic energy. طيب الفاكيوم كلينر اللي هي المكنسة، هي أول حاجة بتشتغل بالإيه؟ بالإلكتريستي، يبقى أول حاجة بيدخل لها electrical energy، والelectrical energy دي بتتحول ل kinetic energy عشان بتعمل موف للتراب والحاجات الصغيرة قوي وتحركها جوه الإيه؟ الفاكيوم كلينر. يبقى من electrical energy to kinetic energy. طيب آخر حاجة بقى اللايت بولب، اللمبة بتشتغل ازاي؟ شاطرين، بالالكتريكال انرجي برضه. طب لما بتشتغل بتديني ايه؟ لايت، يبقى من electrical energy to light energy. طب وكمان بتديني ايه معاها؟ شاطرين، thermal energy. طيب بعد كده بيقول لي what is the difference between input energy and output energy؟ قول لي بقى الفرق ما بين الانبوت والاوتبوت. طبعا احنا عارفين ان الانبوت انرجي دي هي الكونسيومد انرجي، هي الطاقة اللي احنا بنستخدمها جوه الديفايس نفسه. انما الاوتبوت انرجي دي البروديوسد انرجي، الطاقة اللي بيحصل لها بروديوسد يعني اللي بتخرج من الديفايس. يبقى الانبوت انرجي هي الكونسيومد انرجي، انما الاوتبوت انرجي هي البروديوسد انرجي. تمام كده؟ في مشكلة؟ يلا نكمل مع بعض.
طيب بعد كده بيقول لي what is the input energy in each device and what is the output energy. هو مديني هنا two device و two picture، عايز كل واحدة فيهم يعرف ايه ال input energy وايه ال output energy في كل واحدة فيهم. طيب أول حاجة مديني ال hair dryer اللي هو مجفف الشعر. الانرجي ان اللي هو قصده بيها الانبوت انرجي دي ايه؟ الهير دراير عشان يشتغل محتاج ايه؟ محتاج الكتريستي، يعني اول حاجه بندخله شاطرين الكتريكال انرجي. طب لما يشتغل بقى ايه الانرجي بيحصل لها اوت؟ هو عشان يعمل دراي للهير يعني بيخرج هيت اللي هي ثيرمال انرجي. بقى اول حاجه ثيرمال انرجي، بلاقي في مروحه كده جوه الهير دراير بيحصل لها موف، يبقى كده كاينيتيك انرجي. وكمان بيحرك الهير، بيحرك الشعر كده وهو بيعمل له دراي، يبقى برضه كاينيتيك انرجي. طب وايه كمان؟ الهير دراير وهو شغال بسمع الصوت بتاعه، يبقى ساوند انرجي. يبقى الانرجي اللي بيحصل لها اوت من الهير دراير ثيرمال انرجي، كاينيتيك انرجي، وساوند انرجي. بعد كده picture number 2 معانا ده detergent bottle اللي هي الديسبنسر يعني بتاعة الصابون. طيب ايه الانرجي اللي هي in والانرجي out؟ يعني الانبوت انرجي والاوتبوت انرجي. طيب احنا عارفين في الديسبنسر بتاعة البوتل او اللي هي الصابون دي بيكون فيه potential energy stored in it. يبقى اول حاجة الانرجي ان هي البوتنشال انرجي. طب انت بقى لما تعمل كومبريس وتضغط عليها كده فبنلاقي الصابون اللي جوه بيبدأ ان هو يحصل له موف ويخرج، صح؟ يبقى الانرجي اللي حصل لها اوت هي الكاينيتيك انرجي. تمام كده؟ في مشكلة؟ طيب بعد كده الديفايس التالت اللي معانا بيقول لي الواشنج ماشين. احنا لسه قايلينها ايه الانرجي ان اللي هي الانبوت انرجي؟ شاطرين الالكتريكال انرجي عشان هي بتشتغل بالالكتريستي. طب ايه الانرجي اوت؟ شاطرين الكاينيتيك انرجي عشان الكلوزز دي بتعمل موف بتتحرك جوه الواشنج ماشين. طيب اللايت بالب اللي هي اللمبه، ايه الانرجي اللي بيحصل لها ان اللي هي الانبوت انرجي؟ شاطرين الكتريكال انرجي. طيب ايه الانرجي اللي بيحصل لها اوت؟ اللايت انرجي والثيرمال انرجي. تمام كده؟ طيب بعد كده بيقول لي in front of you is a picture of mobile phone. يعني انت قدامك صورة موبايل فون which is one of the most used device in our daily life. This phone doesn't work on its own. يعني التليفون ده ما بيشتغلش منه لحاله كده، امال هو بيحتاج ايه؟ need energy to perform its various function. يعني هو بيحتاج energy عشان يعمل الفانكشن بتاعته، ما بيشتغلش كده منه لنفسه. طيب think and answer what is the energy transformation inside this device. ايه الانرجي اللي بيحصل لها transformation اللي بتتحول جوه الديفايس ده؟ طيب الموبايل فون اصلا عشان يشتغل لازم يكون مشحون، يعني انت تكون حطيته في الفيشة كده وشحنته، صح؟ طيب هو لما يتشحن يبقى انت كده دخلت له ايه؟ electrical energy. الالكتريكال انرجي دي بتروح للباتري بتخزن جواها chemical energy، يبقى الالكتريكال اتحولت لي chemical. الكيميكال انرجي دي بعد كده هتتحول ل electrical energy، وده اللي هيساعد الموبايل ان هو يشتغل ويديك بقى light energy و sound energy. يبقى ايه الانرجي اللي بيحصل لها transformation في الديفايس ده اللي هو الموبايل فون؟ يبقى أول حاجة electrical energy change to chemical energy then to electrical energy، وبعد كده تتحول ل light energy و sound energy. طيب بعد كده بيقول لي what is the form of energy that enters and exits it. يعني ايه الانرجي اللي بيحصل لها enter؟ يعني اللي هي قصده بيها الانبوت انرجي اللي هي بتدخل، وايه الانرجي برضو اللي بيحصل لها exit يعني اللي بتخرج منه. طب الموبايل فون انت بتدخل له ايه؟ شاطرين الكتريكال انرجي. يبقى الانبوت انرجي اللي بيحصل لها enter هي الالكتريكال انرجي. طب ايه الانرجي اللي بيحصل لها exit اللي بتخرج اللي هي الاوتبوت انرجي؟ شاطرين اللايت والساوند انرجي. طيب بعد كده بيقول لي is all energy produced useful؟ هل كل الانرجي اللي بيحصل لها produced بتبقى useful or is there wasted energy؟ ولا في wasted energy؟ لا طبعا يا مس في wasted energy، عشان احنا قلنا قبل كده ان في devices بتديني energy بس الانرجي دي ما بتكونش مفيدة. زي مثلا الهير دراير اللي كان فوق لما اشتغل اداني sound energy. هل الساوند انرجي ده مفيد؟ لا مش مفيد خالص، ما بيعملش اي حاجة في الفانكشن بتاعة الهير دراير، يبقى ده يعتبر wasted energy. طب
الموبايل فون ده لما يشتغل فترة مش بيسخن كده في ايدك؟ طيب يعني يديك ايه؟ ثيرمال انرجي. طب هل بقى الثيرمال انرجي دي يوسفول حاجة مفيدة للموبايل فون؟ لا خالص، دي تعتبر wasted energy. فمش كل الانرجي تعتبر يوسفول، في انرجي بتكون wasted energy. يبقى is all energy produced useful؟ هل كل الانرجي اللي احنا بنستخدمها بتبقى useful؟ لا، نقول له no، عشان في wasted energy زي مين؟ زي الثيرمال energy. تمام كده؟ في مشكلة؟ طيب بعد كده بيقولي in our daily life we use battery powered device. يعني في حياتنا العادية احنا بنستخدم device بتشتغل بالباتري، زي مثلا الموبايل فون والتوي كار والالارم كلوك. طيب وهنا حتى مديني الصور اللي هي بتشتغل بالباتري، يعني الالارم كلوك اللي هو المنبه برضو بيشتغل بالباتري، والتوي كار اللي هي العربية اللعبة اللي بتشتغل بالريموت كنترول برضو دي بتشتغل بالباتري، والباتري قدامنا. طيب تعالوا بقى نشوف هو عايز مننا ايه. بيقولي this device only work if the chemical energy stored in the battery is converted into electrical energy. بيقولي الديفايسز دي بتشتغل بس لما الكيميكال energy اللي جوه الباتري بتتحول ل electrical energy. But have you ever wondered what would happen if this transformation didn't happen؟ هل انت تخيلت بقى ايه اللي هيحصل لو الترانسفورميشن ده ما حصلش؟ يعني مثلا التوي كار اللي بتشتغل بالريموت كنترول، لو بقى الكيميكال انرجي اللي جوه الباتري بتاعه الريموت كنترول ما تحولتش لإلكتريكال انرجي، ايه اللي هيحصل في الديفايس ده؟ will the device work؟ هل الديفايس ده هيشتغل؟ no، لا طبعا الديفايس ده مش هيشتغل. طب ليه؟ يبقى نكتب أول حاجة هنا no they will not work. طب explain your answer بقى، اشرح لي ليه الديفايس ده ما اشتغلش. عشان أي ديفايس بيحتاج energy to work and to do their function، يعني بيحتاج energy عشان يعمل الفانكشن بتاعته. طب انت دلوقتي بتقولي ما حصلش transformation، ما حصلش تحويل للانرجي في الباتري دي، هل الديفايس هيشتغل؟ لا الديفايس مش هيشتغل. يبقى ليه؟ because this device need energy to work. اي ديفايس بيحتاج energy عشان يعمل الورك بتاعته، الشغل بتاعه، ويعمل الفانكشن بتاعته. تمام كده؟ في مشكلة؟ طيب بعد كده بيقول لي track the energy form transformation as follow until the boot is heated. Complete the following energy path. بيقول لي هنا شوف التراك بتاع الانرجي اللي هي قصده بيها هنا الانرجي تشين لحد ما البوت اللي هي الحلة دي يحصل لها هيت. ايه اللي بيحصل بقى في الانرجي ترانسفورميشن؟ طيب اول حاجة السورس بتاع الانرجي في حياتنا قلنا مين؟ الصن. ليه؟ لان الصن بتديني سولار انرجي، وخاصة مين؟ شاطرين اللايت انرجي. البلانت بقى بيستخدم اللايت انرجي ده ويبدأ يحوله لإيه؟ أنهي فورم اوف انرجي جوه الوود؟ شاطرين لكيميكال انرجي. طب الوود ده بقى لما يحصل له بيرن بيديني ايه؟ شاطرين thermal energy، ونكتب هنا thermal energy. لما يحصل له بقى بيرن ويديني thermal energy، الانرجي دي هي اللي بتساعد البوت وبتساعد الووتر اللي جوه البوت ان يحصل لها ايه؟ هيت، تسخن. يبقى ازاي البوت دي حصل لها هيت؟ حصل لها هيت بسبب الصن. ازاي يا مس؟ ان اول حاجه الصن ادتني لايت انرجي، اللايت انرجي دي راحت للبلانت، البلانت استخدمها ويحولها لكيميكال انرجي جوه الوود. احنا عملنا بيرن للوود ده، يعني الكيميكال انرجي اتحولت لثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي دي بقى هي اللي ساعدت البوت والووتر اللي جوه البوت ان يحصل لها هيت. تمام كده؟ وده احنا سميناه ايه؟ شاطرين انرجي تشين، سلسلة الطاقة. طيب مديني هنا برضو تراك تاني للفورمز اوف انرجي، بس المرة دي عشان نعمل اوبريت للهير دراير اللي هو مجفف الشعر. قلنا اي فود تشين بتبدأ بمين؟ بتبدأ بالصن. الصن هتديني ايه؟ شاطرين لايت انرجي. البلانت بقى هيستخدم اللايت انرجي دي ويبدأ يحولها لايه؟ شاطرين لكيميكال انرجي جوه الوود الخشب الاول، وبعد كده الوود ده لما يحصل له برد يتدفن كده ويقعد ملايين السنين بيتحول لإيه؟ لكول فحم. يبقى أنا كده عندي كيميكال انرجي جوه الكول. الكول ده هيروح فين؟ هيروح للإلكتريك باور ستيشن اللي هي محطة توليد الكهرباء. طب ايه اللي هيحصل فيها؟
محطة توليد الكهرباء دي هتاخد الكول وتعمل له بيرن، يعني هتديني ثيرمال انرجي، والكول ده هيحرك حاجات معينة جوه الالكتريك باور ستيشن، يعني هيديني كاينيتيك انرجي، عشان قلت هيحرك، وطالما هيعمل موف يبقى فيه ايه؟ كاينيتيك انرجي، يبقى نكتب هنا كاينيتيك انرجي. طيب دلوقتي الالكتريك باور ستيشن عمل بروديوس للالكتريستي، يبقى كده الثيرمال انرجي والكاينيتيك انرجي هيتحولوا لايه؟ شاطرين، لإلكتريكال انرجي. الإلكتريكال انرجي دي هتتحرك من خلال الوايرز كده، وتتحرك في السلوك لحد ما توصل لبيوتنا ونشغل الهير دراير. طب الهير دراير هيشتغل هيديني ايه؟ هيديني اول حاجة ثيرمال انرجي اللي بيعمل بيها هيت للهير. طب وهيديني ايه كمان؟ كاينيتيك انرجي. وهيديني ايه تاني؟ ساوند انرجي. طب هسأل سؤال بقى، مين في الانرجي دول تعتبر ويستد انرجي؟ شاطرين، الساوند انرجي اللي الهير دراير عمل لها بروديوس. تمام كده. طيب بعد كده بقى هو عايز مني المرة دي ان انا اعمل draw or write ال energy form that occur in your body in the process of getting energy through eating food. هو بقى عايزني انا المرة دي اللي اعمل الانرجي تشين بتاعة جسمك لما انت تاكل الفود ويبقى عندك انرجي. طيب انت دلوقتي كلت الفود وبقى عندك انرجي، هتبدأ ان انت تجري وتتحرك، صح؟ تعالى بقى في السلسلة دي كلها نشوف الانرجي بيحصل لها ترانسفورميشن ازاي. اول حاجة انت بتاكل ايه؟ الفود. طب الفود ده اصلا جاي من البلانيتس. طب البلانيت دي جابت الانرجي اللي جوه منين؟ من الصن. يبقى اي فود تشين هتبدأ بالصن. الصن هيديك لايت انرجي، البلانيت هيبدأ ياخد اللايت انرجي ده ويحوله جواه لايه؟ لكيميكال انرجي. انت هتبدأ تاكل البلانيت ده سواء بقى كان فروت ولا فيجيتابلز ولا اي حاجة، وتاخد منه الكيميكال انرجي، والكيميكال انرجي في الوقت ده هتتخزن in your body في جسمك. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هتبدأ ان انت تجري وتلعب، يعني هتعمل موف وتتحرك، يعني هيبقى عندك ايه؟ كاينيتيك انرجي. يبقى الانرجي تشين بتاعت يور بادي جسمك لما انت تاكل، يبقى أول حاجة light energy from sun هتتحول ل chemical energy in planet أو في الفود، وبعد كده تتحول ل kinetic energy in your body. تمام كده؟ في مشكلة؟ طيب بعد كده الهومورك question number 1 بيقولي complete the energy produced by the hair dryer is the dot energy and dots energy. الانرجي اللي بيحصل لها produced يعني اللي بتخرج من الهير دراير ايه وايه؟ لسه قايلينها، شاطرين، thermal energy و kinetic energy. عايز تكتب sound energy عادي براحتك، تمام، اي اتنين يعجبك. طيب بعد كده بيقولي question number 2 the energy produced by electric washing machine. الواشنج ماشين لما تشتغل، الغسالة لما تشتغل، ايه اللي بيحصل؟ الكلوزز بيحصل لها موف، يبقى اول حاجة دينا كاينيتيك انرجي. طيب هي مش الغسالة لما تشتغل بنسمع صوت؟ يبقى ايه؟ ساوند انرجي. يبقى البروديوسد انرجي من الالكتريك واشنج ماشين الكاينيتيك انرجي والساوند انرجي. طيب بعد كده بيقول لي the planets convert dots energy to chemical energy. البلانيت بيحول انهي form of energy لكيميكال انرجي تتخزن جواه لايت انرجي اللي بياخده من الصن. يبقى نكتب هنا لايت انرجي. بعد كده question number 4 بيقول لي when wood is burned dots energy is produced. لما احنا نعمل burn للوود، نحرق الخشب، انهي انرجي اللي بيحصل له produced؟ شاطرين، الثيرمال انرجي. طيب بعد كده question number 5 بيقول لي electricity generation in energy station can be done by burning dots and dots. بيقول لي احنا عشان نعمل generate electricity ونعمل electricity generation يعني نولد كهرباء في الانرجي ستيشن، يعني هي محطة توليد الكهرباء، احنا لازم نعمل burn لحاجتين، ايه وايه؟ طيب احنا كنا خدنا مس وعرفنا الكول اللي هو الفحم، نعمل بيرن لإيه تاني؟ لأي حاجة تانية من الفيول، يعني مثلا ممكن نقول الناتشورال جاز، أو مثلا ممكن نقول البتروليوم. الحاجات دي كلها لما نعمل لها بيرن هتعمل generate electricity، يبقى ممكن نكتب هنا كول و natural gas أو بتروليوم، أي حاجة من الحاجات اللي هي بتاعة الفيول. طيب بعد كده بيقول لي read the following statement and then correct the incorrect one. يعني انت هتبص للجمل اللي تحت دي وتشوف كل واحدة هي true ولا false، ولو هي false هتبدأ ان انت تعمل correct لل incorrect one، يعني تبدأ تصحح الغلط. طيب
أول statement معانا، أول جملة معانا بيقول لي the distance between Mars and Earth is about 54 million kilometers. هي المسافة بين مارس و Earth 54. يا مس صح، يبقى هنا true. طيب بعد كده question number 2 بيقول لي energy can be converted from one form to another. هي الانرجي بقدر احولها من فورم لفورم. يا مس، يبقى هنا برضو true. طيب بعد كده بيقول لي the toy cart need an energy source. هي التوي كار عشان تتحرك محتاجة energy. أي device محتاج energy عشان يعمل move أو يعمل الفانكشن بتاعته أو يعمل work أصلا، يبقى هنا true. بعد كده بيقول لي the energy stored in detergent bottle is potential energy. قصده بيها هنا الديسبنسر بتاعة الصابون. الانرجي بقى اللي متخزنة جوه الديسبنسر بتاعة الصابون هي potential energy. طالما قالك store يبقى مين؟ شاطرين، potential energy، يبقى هنا برضو true. طيب بعد كده بيقول لي the energy produced by sun is light energy only. هي الانرجي اللي بتخرج من الصن لايت انرجي بس؟ لا يا مس طبعا فولس. امال ايه؟ شاطرين، لايت انرجي وثيرمال انرجي والسولار انرجي كمان، يبقى light energy and thermal energy. طيب بعد كده بقى بيقول لي explain، يعني اشرح كده ووضح ايه الفانكشن بتاعة الكروستي كارت اللي هي المارس روفر كروستي اللي احنا بعتناها لمارس. ايه الفانكشن بتاعتها، ايه وظيفتها؟ احنا بعتنها لكوكب مارس عشان تعمل اكسبلور للسبيس او للسيرفس بتاع مارس، يبقى نكتب هنا to explore Mars. تمام كده. طيب بعد كده نحل الويكلي assessment. أول حاجة test 1 بيقولي complete the following in light bulb the dots energy is converted to dots energy. في اللايت bulb اللي هي اللمبة أنهي form of energy بتحول لفورم تانية؟ شاطرين، من electrical energy ل light energy. بعد كده بيقولي write down what the following statement refer. اكتب هنا تحت الجمل دي بتشير إلى إيه. The main source of energy on Earth's surface. مين هي المين سورس؟ مين المصدر الأساسي بتاع الانرجي؟ شاطرين، الصن، نبقى نكتب هنا صن. بعد كده بيقول لي give reason there is a change in energy when wood is burned. لما احنا نعمل burn الwood يعني نحرق الخشب في energy بيحصل لها change، بتتغير أو بتتحول. ايه هي؟ شاطرين، الكيميكال انرجي اللي جوه الوود ده بيبدأ ان هو يتحول ل thermal energy، يبقى because chemical energy converted into thermal energy. طيب بعد كده بيقول لي what happen when you turn on hair dryer. ايه اللي هيحصل لما انت تشغل الهير دراير؟ بلاقي اول حاجة ان الالكتريكال انرجي اللي دخلت جوه الهير دراير دي تبدأ تتحول ل thermal energy و sound energy و kinetic energy، يبقى نكتب هنا electrical energy converted into sound energy thermal energy and kinetic energy. طيب بعد كده بيقول لي during running لما انت تبدأ ان انت تعمل running يعني تجري energy transformation occur، يعني في energy بيحصل لها transformation يعني بتتحول. explain the energy chain that occur. اشرح لي بقى ووضح لي كده ايه الانرجي chain اللي بتحصل. طيب انت لما بتعمل run بتجري انت لازم تكون واكل كويس صح، يعني واكل فود اللي كان فيه chemical energy. طب هو الفود ده جاب الكيميكال energy منين؟ شاطرين، من الصن. يبقى أول حاجة الصن هتعمل produce light energy. light energy ده هيروح للبلانت، البلانت هتستخدم اللايت انرجي دي وتبدأ ان هي يحصل لها grow ويتخزن جواها chemical energy، والبلانت ده يعتبر بقى فود سواء vegetables او fruit. انت لما تاكله يبقى انت كده خدت الكيميكال انرجي بتاعتها، تبدأ ان انت تعمل run يعني الكيميكال انرجي هيتحول لي kinetic energy. يبقى ايه اللي هيحصل بقى في الحالة دي؟ او اشرح لي ايه الانرجي تشين. يبقى اول حاجه light energy from sun converted to chemical energy in food and then converted to kinetic energy in your body. بعد كده test 2 بيقول لي complete the following statement in a planet dots energy is transformed to dots energy. في البلانت أنهي form of energy بيتحول لفورم تانية؟ طب البلانت بياخد ايه؟ بياخد اللايت انرجي من الصن، يبقى أول حاجة light energy is transformed to. اللايت انرجي بقى بيتحول لإيه جوه البلانت؟ شاطرين، chemical energy. طيب بعد كده بيقول لي write down what the following statement refer. A path that show the flow of energy from one source to the tool used. ايه الباث؟ الطريق اللي الانرجي بيحصل لها flow من source
للسورس تاني لحد ما التول اللي احنا بنستخدمه. طيب ده كان اسمه ايه؟ شاطرين، الانرجي تشين. طيب بعد كده بيقول لي give reasons the body store energy with it. ليه أي body بيكون فيه energy stored it متخزنة جواه؟ لأن أي body بيحتاج food، والفود ده بيكون فيه chemical energy، فكده أي body هيكون فيه chemical energy stored in it متخزن فيه. جاي منين؟ جاي من الفود، يبقى because it store chemical energy from food. طيب بعد كده بيقولي what happen when coal burn. اللي هيحصل لما الكول اللي هو الفحم بيحصل له burn. طيب هو أول حاجة الكول ده بيكون فيه أنهي form of energy؟ شاطرين، chemical energy. لما يحصل له burn بيتحول ل thermal energy، يبقى هنا chemical energy changed into thermal energy. بعد كده بيقول لي explain the energy chain that occur in hair dryer. قول لي بقى الانرجي تشين اللي بتحصل في الهير دراير. طيب السؤال ده يبقى طويل شوية لأن احنا كده لازم نبدأ التشين من أولها. قلت لكم أي انرجي تشين عشان تكون إجابتك نموذجية وصح لازم تبدأ التشين من أولها من الصن. أول حاجة صن هتديني لايت انرجي، لايت انرجي هيتحول لكيميكال انرجي جوه الكول، الكول ده هيحصل له بيرن يعني هيديني ثيرمال انرجي وكاينيتيك انرجي في الالكتريك باور ستيشن. الالكتريك باور ستيشن هتعمل بروديوس للالكتريستي يعني هتديني الكتريكال انرجي. الالكتريكال انرجي ده هيمشي في وايرز وهيروح للهير دراير، هيشغل الهير دراير والهير دراير تعمل بروديوس للثيرمال انرجي كاينيتيك انرجي وساوند انرجي. يبقى هنكتب الشين ازاي؟ السلسلة ازاي؟ أول حاجة light energy، بعد كده chemical energy، بعد كده thermal energy و kinetic energy، وبعد كده electrical energy، وآخر حاجة الsound والthermal والkinetic energy اللي بيكونوا في الhair dryer. تمام كده؟ طيب آخر حاجة معانا test 3. أول حاجة بيقولي complete the following statement during running dots energy is converted into dots energy. لما انت تجري، احنا لسه قايلين السؤال ده ولسه حالين، اني انرجي بتتحول لاني فورم اوف انرجي. انت لما تجري لازم يكون ايه؟ واكل كويس، يعني بيكون في فود او كيميكال انرجي جوه جسمك، يبقى كده الكيميكال انرجي هيحصل لها converted into kinetic energy عشان انت بتعمل موف. طيب بعد كده بيقولي write down what the following statement refers the energy stored inside the tree. انهي form of energy اللي متخزن جوه التري؟ شاطرين، chemical energy. طيب بعد كده بيقولي give reason sun is the main source of energy on earth's surface. ليه الصن هي المين سورس، هي المصدر الأساسي للإنرجي في حياتنا؟ لأن الصن بتعمل بروديوس لسورس كتيرة جدا مهمة من الإنرجي، بتعمل بروديوس لللايت إنرجي وبتعمل بروديوس للثيرمال إنرجي وكمان السولار إنرجي. يبقى because its main source of light and thermal energy. بعد كده بيقول لي what happened when the electric heater is turned on. ايه اللي يحصل لما احنا نشغل الالكتريك هيتر؟ ايه الالكتريك هيتر؟ اللي هو السخان الكهرباء. طيب هو الكتريك هيتر يعني بيشتغل بالايه؟ بالالكتريستي، يعني الانبوت بتاعته الكتريكال انرجي. طيب لما يشتغل هو هيتر اهو، يعني بيديني ايه؟ هيت، يعني بيعمل بروديوس للثيرمال انرجي. يبقى لما يشتغل يبقى الالكتريكال انرجي بيحصل لها converted into thermal energy. طيب بعد كده بيقول لي explain the energy chain in electric washing machine. طيب طالما قلت energy chain يبقى هبدأ بمين؟ بالصن. طب هو عايز يشغل مين؟ الالكتريك واشنج ماشين. طب هي بتشتغل بالالكتريستي، الالكتريستي دي جايه من الالكتريك باور ستيشن زي الهير دراير اللي احنا لسه قايلينها فوق. هنبدا باللايت انرجي هتتحول لكيميكال انرجي، بعد كده تتحول لثيرمال انرجي وكاينيتيك انرجي في الالكتريك باور ستيشن، هيديني الكتريستي يعني هيتحول لالكتريكال انرجي. لما اجي اشغل بقى الواشنج ماشين هتديني بقى كاينيتيك انرجي وساوند انرجي. تمام كده؟ في مشكله؟ كده نكون خلصنا ويك 1، حلينا كل الكلاس روم بيرفورمانس وحلينا الهومورك وحلينا الويكلي اسسمنت. استنونا فيديوهات جديدة هنحل مع بعض باقي أسئلة تقييمات الوزارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.